الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وفي أسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة الأربع 2/4 تالت يوم أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا بالخير واليمن والبركات. أنا كنت مصور فيديو من حوالي 4 أيام أو 5 أو حاجة زي كده ونزلته، قلت الأرنبة كيتي نتفت شعر وممكن يا ترى هتولد ولا مش هتولد. أنا استنيت عليها لمدة 4 أيام أو 5 عشان أشوف ايه اللي هيتم مع الارنبه كيتي. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي بيت الولد وكيتي ناتفه الشعر بالكامل ومجهزه بيت الولد، ولكن كيتي ما ولدتش. طب ايه السبب ان هي ما ولدتش؟ اولا لازم نعرف معلومه مهمه جدا، ان الارانب لما بيحصل لها تحجر اجنه، لان الارنبه كيتي عندها تحجر اجنه، بتيجي في الميعاد اللي المفروض بتولد فيه ويستهيأ لها ان هي تولد، وبتبدأ تنتف شعر وبتجهز بيت الولد والكلام ده كله. فكده الارنبه كيتي ما ولدتش ولا اي حاجة. يبقى ده يا جماعة بنقول عليه اللي هو الحمل الكاذب، ان الارنبة يستهيأ لها ان هي عش ولكن هي مش عش، وبالتالي بتنتف شعر وبتجهز بيت الولد ولكن ما بتولدش. يبقى دون تحجر الأجنة. لو أرنبة عندها تحجر أجنة ممكن ان هي تيجي في فترة وتنتف شعر ولكن ما تولدش. في كمان امتصاص الأجنة. امتصاص الأجنة ان الأرنبة بتبقى فعلا هش لمدة 15 يوم بس قبل تكون الهيكل العظمي للأرنب الصغير. الأرنبة سواء خافت أو جاعت أو أي حاجة فبتعمل امتصاص للأجنة ديا وبيتلاشوا من بطنها، وبتيجي في فترة ميعاد الولادة برضو بتنتف وتعمل الشعر دون ولكن ما بتولدش. يبقى تحجر الأجنة وامتصاص الأجنة والحاجات دي كلها هي اللي بتكون السبب الرئيسي في ان الأرنبة ما بتولدش. أنا برضو هعشر الأرنبة كيتي تاني، وزي ما قلت لكم ان هي بالنسبة لي أرنبة بحبها وحاجة زي كده. يمكن في مرة تلقط في أي عنق من عنق من الرحم وتحمل يا رب في 1 أو 2، والجنين اللي متحجر في بطنها ده ممكن إن هو هينزل. دي حبيت أوضح لكم. الأرنبة كيتي لما نتفت وعملت كده ما ولدتش ليه. حضرتك برضو كمعلومة تانية، بص حضرتك، أنا برش يود على لتر المية حوالي 5 سنتي يود، وبطهر الأرانب كل فترة، لأن يا جماعة ما بحرقش. أنا برش يود أو برش دايزانون او كلوريكس، الحاجات اللي هي زي كده، وبطهر بيها كل 10 ايام او حاجة. بص كده اهو، انا رشش يود، هتلاقي الارانب كلها عمالة بتنظف في جسمها. رشلي على جسم الارنب ورش على البطارية ورش على كل حاجة. الارنب هيبقى كويس جدا ومش هيظهر عندك اي امراض ولا اي حاجة. اتمنى ان لما يوصلك الفيديو ان انت تكون في اتم صحة وفي اسعد حال، اللهم امين يا رب العالمين. وان عجبك الفيديو يا ريت تشيره، يا ريت تعمل لايك، يا ريت تعلق. كل سنة وانتم طيبين ومصر دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.